السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات سحر العطور. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن انطباعات أولية عن تير ديرمس تير دي هيرمس من شركة إرمس. خلينا نشوف كده مع بعض ونفتح. بسم الله. طبعا احنا معانا عينة صغيرة. طبعا انت هتقول لي انت جاي تشتغلني انطباعات أولية ايه وانت أصلا هو البتاع قرب يخلص بس. هو انا ما قلتلكش ان الفيديو ده اتسجل مره بانطباعات اوليه وبعد اسبوعين اتسجل ريفيو كامل؟ مش بس كده، كل ده طبعا كان صوته مش سليم، وبعد كده سجلت تاني لما لقيت الصوت الاول مش سليم سجلنا تاني فيديو في نفس اليوم، فيديو انطباعات اوليه وفيديو ريفيو، وده برضه كان في مشكله في الصوت. فانا دلوقتي جاي اكلمك بعد ما هي تقريبا قربت تخلص، بس انا همثل وهتكون دي فرصه كويسه عشان تشوف بقى انت قدرتي على التمثيل. همثل ان انا هعمل جزء انطباعات اوليه وجزء ريفيو. خلينا نبدا ونقول ده عندنا طبعا شركه هيرمس، شركه الديزاين او شركه تصميم الملابس المشهوره واللي الشنطه فيها ممكن توصل ل 200 و 300 الف دولار. جم بداوا في 2006، حبوا ان هم يدخلوا في عالم العطور. عملوا اول حاجه، دي اول حاجه معانا، اسمه تير دي هيرمس. خلونا على طول نبدا نسترجع مع بعض. انا طبعا جربته قبل كده الحمد لله. خلينا نسترجع مع بعض الريحه كانت عامله ازاي. اخر نقاط فيه، طبعا انا عملت غلطه هنا المفروض ان انا اتعلمتها من الشيخ عماد، او اتعلمت ان انا المفروض ما اعملهاش من الشيخ عماد شيخ العطور، لما قال ما تموتش العطر سيب فيه الروح. انا للاسف خلصته، يمكن عشان ده كان عينه وكنت عارف ان انا جيت تاني، بس انا برضه ما كانش المفروض اعمل الغلطه دي. بدايه العطر او النوتات الاوليه بتاعت العطر هي عباره عن برتقان حامض، وبعدين معاه الاول مع البرتقال حامض في الافتتاحيه جريب فروت بشكل منعش، بشكل افتتاحيه جميله منعشه منوره، تحس ان في حاجه نورت كده، وكأن الفلفل البيبر اللي موجود في النوتات الوسطيه بيدخل على البرتقال كده يخليه ينور اضاءه، وكأن في حاجه نورت كده او عملت جلو من النور الاصفر، بس مش دافي ما يحررش. هو اصلا العطر ده يعتبر عطر صيفي. لازم طبعا اشكر صديقي المحترم رائد اللي هو اقترح عليا العطر ده. رائد هو اول حد ساعدني في التصوير ومش موجود معايا دلوقتي، فانا ببعت له كل التحيه. وكمان هو اول حد تقريبا من 10 سنين شرح لي يعني ايه فكره التدرج في النوتات. انا ما كنتش اعرف الكلام ده خالص. هو لما انا دخلت زي ما انتم عارفين، دخلت اللي دخلني عالم العطور ان انا كنت عايز اختار عطر، بعد كده دخلت بقى ايه، بقيت عايز اجرب حاجات كتير. فهو قال لي انا عارفك العطر ده هيكون مناسب جدا ليك، وفعلا انا جبته. جبته بلايند، وطبعا مش بلايند، ده مجرد عينه يعني. وكنت اول مره اشمه قدام الناس على الفيديو الاولاني والتاني اللي هما الاثنين باظوا. بس فعلا انا انبسطت بالعطر جدا، وعايز اشكر رائد تاني على الترشيح ده. الترشيح فعلا كان ممتاز. الازازه زي ما احنا شايفين في تحت هنا قاعده الزجاجه في الاتش، ده نوع من انواع البراندنج. نرجع تاني بقى للعطر ونوتاته. زي ما قلنا هو بيبدا افتتاحيه حمضيه منعشه من الجريب فروت مع البرتقال الحامض، وده التعريف الحلو، الكلمه الحلوه اللي انا حابب اقولها. برتقال حامض مش برتقال فاسد زي ما بعض الناس كانت بتقول. الكلمه اللي ما كانتش تشجع حد خالص بصراحه ان هو يحب العطر ده. العطر ده بيمثل كده زي ما كل الناس المراجعين بيقولوا رائحه الرجوله. عارف لما يكون والدك خارج كده في يوم حار، لابس قميص بس مش لابس اكتر من كده، الحر مش جامد قوي، رجع في نص اليوم ما تبهدلش قوي، القميص ده بيج شبه اللون ده او اصفر. هي الريحه دي، هو الاحساس ده يعتبر احساس كلاسيكي، ولكن احساس كلاسيكي ما تكرهوش، احساس كلاسيكي بالفخامه. المفروض بعد كده هيبتدي يظهر معانا الفيتيفر او نجيل الهند. نجيل ده ان هو ده النجيله، احنا عارفين كلنا النجيله، بس نجيل الهند ده مائل للون القش شويه. فده بالنسبه للانطباعات الاوليه. هعمل بقى اكني رحت بقى جربت زي ما انا عملت في الفيديوهات اللي فاتت. هعمل اكني رحت جربت، وارجع بعد اسبوعين اعمل لكم الريفيو الكامل. ورجعنا لكم تاني بعد اسبوعين بعد تجربه العطر. انا جربت العطر اول مره كان اسبوع او اتنين، تجربه كافيه ان انا اقدر احكم عليه. تجربه العطر كانت في الجزء الاول او في العينه الاولانيه من الانطباعات الاوليه. احنا اتكلمنا مع بعض عن الافتتاحيه بتاعته كانت عامله ازاي. اللي حصل ان انا اول مره جربته كنت لابس، سبحان الله الموضوع ده جه معايا كرر مرتين، مره في ارماني كود ومره في تير ديرمس. ان انا بعد ما خلصت كنت لابس قميص
اصفر هوريه لكم في الفيديو اللي قدامكم، يعني الفيديو اللي كان الصوت فيه مش سليم. وعملت ارتداء كامل للعطر وسبته سبحان الله برضه نفس الفكره على القميص، سبت القميص على شماعه خارجيه، وده اتاح لي فرصه ان انا اشوف الدراي داون بتاع العطر عامل ازاي. الدراي داون بتاعه تحفه، جميل رائع يعني مش لاقي كلام اقوله عنه قد ايه هو منور كده. هو في احساس، عارف لما تكون انت احساس الباربر شوب، احساس فيه عطور كده، الفئه بتاعه ان انت لسه حالق، بس مش اي حلاق بقى، انت عارف زي ما كده في شاور بتاخده في البيت وفي شاور بتاخده في الفندق، في برضه حلاقه تحت البيت وفي حلاق بقى حلاق الامراء. ده الاحساس بتاعه. وعايزين نقول ان شركه هيرمس لما حبت انها تعمل عطر كانت عايزه تعبر عن الفخامه دي، لان هيرمس كشركه، شركه فرنسيه طبعا، اشتهرت او اتعمل لها براندنج او خدت صوره ان هي بتاعت الطبقه الراقيه، زي ما قلنا الشنط بتاعتها وكل منتجاتها غاليه جدا. فكانت حابه تعمل عطر يحاكي هذه الفخامه، فعملت حاجه اسمها تير دي هيرمس. كلمه تير بالمناسبه هي معناها الارض بالفرنساوي، وهو فعلا حبوا يجسدوا رائحه الارض، الرائحه الترابيه الرمليه الخشبيه، لان طبعا قاعده العطر زي ما هنتكلم في التدرج بتاعه دلوقتي في اخشاب، خشب الارز وفي الفيتيفر، ولكن الاخشاب دي تحس ان البنزون زي ما قلنا في الافتتاحيه، البيبر مخلي البرتقال والجريب فروت عامل جلو كده جميل، اضاءه حواليك، ولكنها اضاءه مش دافيه، ما بتطلعش حراره خالص. العطر ده ما بيطلعش حراره خالص، العطر ده اصلا عطر صيفي، ولكنه زي ما هنتكلم في التوظيف ينفع في كل الاوقات. نفس الكلام لما يبتدي بقى يحصل في ايه، في التدرج بتاع توصل للقاعده، قاعده جميله رائعه، من زي ما قلت لك بقى بتوصل لقد ايه الخشب. الناس اللي بتحب النوتات الخشبيه، هنا النوتة الخشبيه متجسده بشكل بيلمع قوي، ثابت قوي. ده عطر احد التعليقات عليه يعني confidence from knowing who you are not proving it. ده عطر بتاع الناس اللي مش حابه تثبت حاجه، الرجوله اللي مش حابه تثبت حاجه، الرجوله والماسكلينيتي، الكلاسيكال ماسكلينيتي that will never go outdated، اللي عمرها ما يروح عليها. ساعات انت بتبقى بتلبس عشان تقول حاجه، تلبس هدوم معينه عشان تقول حاجه، تقول كلام عشان تقول حاجه. نفس الكلام في العطر، ساعات العطر تبقى انت وكانك عايز تقول بيه حاجه، لا ده مش اكنك عايز تقول حاجه، كانك واثق في نفسك، مش فارق معاك اي محاوله من محاولات الاثبات. هو العطر كده انا رجل، عشان كده هو ينفع بس للسن من فوق 25 او 30. وان كان طبعا انا زي ما قلنا ما بحبش اأيد في موضوع السن، جربه ممكن يعجبك، بس هو تحس ان هو لايق قوي. على فكره العطر ده 2006، يعني احنا داخلين على 26 اهو، والفيديو ده غالبا هينزل في 26، يعني عدى عليه 20 سنه، بس مش كلاسيك، مش حاجه قديمه خلاص ما راحتش عليه. العطر ده خد الاورد بالمناسبه سنه 2007، يعني بعد سنه بس من نزوله، ولكن ما زال محتفظ برونقه. ممكن تقول ان انت معجب بيه قوي كده او مبهوت بيه عشان ما جربتش حاجات كتير، بس لا، يعني حتى الناس القديمه المتمرسه في العطور تعرف هذا العطر قدره وقيمته. يبقى دي النوتات بتاعته، بيبدا بالجريب فروت ويوصل تحت القاعده خشبيه من الفيتيفر المنور اللامع الجميل، اللي تحس ان هو بيشبعك كده. بس هو طبعا مش عطر جورموند، مش عطر العطور اللي هي بتحاكي الاكل، يعني التشيز كيك والاكلات اللي هو تحس ان انت بتشبع منها، لا خالص، هو مش عطر يجزعك اطلاقا. وسبحان الله ده عطر بالنسبه لي انا شخصيا، ولو انت ذوقك زيي يبقى ده هيعجبك الكلام اللي هقوله ده. بالنسبه لي شخصيا ده عطر مثالي، نوتاته ما فيهاش حاجه تزعل، يعني ما فيهوش سنه مسكره بس ما بتجزعش، ما فيهوش تونكه مضايقاني زي ما ضايقني في الارماني كود، ما فيهوش امبروكسان صناعي يضايقك، نوتة صناعيه تضايقك. ده عطر لما تقرا النوتات بتاعته تقول ما فيش حاجه فيه مضايقاني خالص، لا سكر زياده ولا حته سويتيه ولا فانيلا مش عارف عامله ازاي، بس حتى كتير او حتى قليله ما تضايقكش، لا هو ما فيهوش حاجه من الحاجات دي خالص. كنوتات مثالي بالنسبه لي. ولو انت بتحب الحمضيات والخشب، ولو عارف عن الفيتيفر اللي هو ما يفرقش كتير عن الخشب، يبقى اكيد العطر هيعجبك جدا. نيجي بقى للنقطه بتاعه الاداء. الحلو ما يكملش، للاسف اداء العطر ده ضعيف. الفوحان بتاعه زي ما قلنا، الفوحان يعني بيفوح حواليك في مساحه قد ايه لوقت قد ايه، خلي بالك الفوحان له علاقه بالمساحه والوقت. الفوحان بتاعه قوي جدا، انا بشوف ان هو بيملأ الارجاء ولكن لوقت قليل، والثبات بتاعه على الهدوم او على الملابس مش كويس، يعني ممكن 4 أو 5 ساعات محتاج ترش كتير. وانتوا عارفين ان انا اصلا بحب الارتداء الكامل،
اللي هو الارتداء الكامل ده انا مقتنع ان هو لا يقل عن 10 رشات، فانا بعمل ارتداء كامل وللاسف بيجي بعد فتره قليله جدا، او مش بعد فتره قليله، بيجي بعد 4 5 ساعات مش بحس بيه، محتاج بقى تعمل ري ابلاي للعطر او ترش تاني. ولكن انا مش بحب اعمل كده خصوصا في البدايه، لازم العطر يثبت لي نفسه ان هو قادر ان هو يكمل معايا لحد قد ايه من رشه واحده بس او من ارتداء واحد بس. فهو ده سبحان الله، يعني انا كنت بقول في السفاج ان هو كان ريحته مش عجباني أو مش مميزه قوي، بس بيكمل معاك واداؤه قوي جدا. ده بقى العكس، الريحه بتاعته عجباني جدا بس اداؤه ضعيف. ولكن ده جماليه الرائحه وثباتها وقوتها اللي هي مستمره على طول السنين تخليه بالنسبه لي لا مش هستغنى عنه عشان اداؤه. وان كان خلاص هرش اكتر، هعمل ايه ابلاي تاني، بس ريحته بالنسبه لي ممتازه جدا. انصحك انك تجربه، ولو عايز تجربه وانت مش موجود في مكان فيه عينات صغيره كلمني، لو انت من طنطا نتقابل يلا بينا ونجرب سوا. توظيف العطر ده عطر سيجنتشر سينت، يعني توقيع شخصي بامتياز، ينفع صبح وليل ونهار وصيف وشتاء وشغل ومناسبات وكل حاجه. خليني اقول لك ان ممكن يكون في كمان يعني حته كده فيها جاذبيه الرجل، يعني مش لازم العطور يا جماعه اللي فيها جاذبيه دي تبقى ديولهم بارفوم او لانوي دي لوم، الحاجات اللي هي فيها فانيلا، الحاجات اللي هي فيها كارداموم، الحاجات اللي هي فيها مثلا نوتة الايرس البودريه. مش لازم العطور كده، ممكن يكون في عطر جاذب للنساء او عطر يعبر عن الذكوره ان هو ما فيهوش اي حاجه نسائيه خالص زي العطر ده. انا شفت مراجعات، واقصد اقول مراجعات عطور اجانب بيتكلموا قد ايه عن العطر ده، قد ايه جذاب وفيه الجاذبيه الرجوليه. بيتكلموا عن فahrenheit، فاكرين فahrenheit اللي هو ما فيهوش اي حاجه بقى خالص من السويتنس، هو عباره عن جازولين، جلد مشحم، حاجه كده ذكوريه جدا، اللي هو من 1900 حاجه و80، اللي هو كان سيجنتشر سنت لبعض مديريني في اول شركه اشتغلت فيها خالص سنه 2004 2005. بيتكلموا قد ايه العطر ده فيه جاذبيه رغم ان هو ما فيهوش اي حاجه سويتيه او مسكره. انا معجب بالعطر ده جدا. تيلدر ماس، دي العلبه بتاعته 15 مللي ايدو تواليت، نزل منه طبعا نسخ تانية محدش عارف يقلده قوي من الشركات الاصليه. في محاكاه لي من شركه فتان من الرصاصي، ممكن يكون موجود معانا ان شاء الله. ده العطر تيردرمس، انصح جدا بتجربته خصوصا لو انت فوق ال30، هيعجبك جدا، هيكون من ضمن اكيد العطور المفضله بالنسبه لك ان شاء الله. لما تجربه هتحس اللي انا بقوله. ممكن ما يعجبش بعض الناس، ولكن خليني اقول لك زي ما بقول كل مره، جرب تيردرمس، عطر يستحق التجربه لكل الشباب لكل الرجال. وفي نهايه هذه الحلقه اشكركم جدا على المشاهده. لو انت جربت تيردرمس او حاجه شبهه يا ريت تقول لنا في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك لان فعلا بيساعد. أسأل الله العظيم أن يعطركم في الدنيا بذكره وفي الآخرة بجنته، والسلام عليكم ورحمة الله.